وعمل جروبات خلى الناس ترتبط بالاسم نفسه، مش مجرد حفلة بس. اسمع يا ابني، في عيل عنده 16 سنة اسمه روس فريدمان في 2015 اكتشف ان في بوسطن اللي هي ولاية في امريكا مفيش حد بينظم حفلات زي ما الناس محتاجة. ساعتها قال لك اجرب احجز قاعة واوزع دعاوي واشوف الاقبال بتاع الناس. والنتيجة كانت ايه؟ الناس جت باعداد كبيرة، ومن هنا بدأ شركته اللي اسمها سليكر ميديا جروب. دلوقتي حضر حفلاته اكتر من 250,000 شخص، والشركة بتحقق ملايين. طب ايه المختلف اللي عمله؟ روس قعد يفكر، قال انا كم مره حضرت حفله وافتكرت مين المنظم بتاعها او مين اللي كان ماسك التيشيرت. ساعتها كانت اجابته قليل جدا. ومن هنا عمل حاجه غيرت المفهوم ده كله، عمل براند للشركه وعمل لوجو وطبع تيشيرتات وعمل جروبات خلى الناس ترتبط بالاسم نفسه، مش مجرد حفله بس. والذكاء هنا وقت الكورونا لما كل الناس وقفت، الناس فضلت فاكره اسمه، ولما الدنيا فتحت ما احتاجش يبدا من الصفر تاني لانه كان موجود اصلا في عقول العملاء. العبره هي واد، مش انك تقدم خدمه وتتفق، العبره انك تبني براند الناس ترتبط بيه ويفضلوا عايشين معاه. اقعد يا ابني ما تفرهدنيش بقى، ولو عايز تكسب تابعني يا واد.